كلنا بنحب مشويات الكبابجي وخصوصا الريش المشويه وخصوصا لما تكون مستويه ودايبه كده وبتكون مستويه على الفحم. النهارده هنعملها في البيت بكل سهوله ومش هنستخدم الفرن ولا الشوايه الفحم. استخدمت 3/4 كيلو من الريش البتلو، وللتتبيله استخدمت 3/4 كوبايه من ميه البصل وكوبايه من ميه الطماطم وتلت كوبايه من الزيت. وفي البهارات استخدمت ملح وفلفل واستخدمت معاهم بهارات مشاوي او 7 بهارات، وبعد كده ضفت معاهم بابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه طعم حلو جدا للمشويات، لكن لو مش متوفر عندكم بابريكا مدخنه تقدروا تستخدموا بابريكا عاديه. بعد كده بقلب الريش بتاعتي في التتبيله كويس جدا وبسيبها اقل حاجه لمده ساعتين، وطبعا كل ما بنسيبها في التتبيله اكتر كل ما بتدي طعم احلى. وفي التسويه ابتديت ان انا اسخن الجريل بتاعتي كويس جدا في الاول. بعد كده ابتديت ان انا انزل عليها معلقه من السمنه، طبعا تقدروا تستخدموا اي طاسه متوفره عندكم. بعد كده ببتدي ان انا انزل الريش بتاعتي واحده واحده، مش بنزلها كلها مره واحده علشان حراره الطاسه بتاعتي او الجريل ما تنزلش. اول ما بنزلها على نار عاليه، بعد كده ببتدي ان انا هدي النار وببتدي ان انا اغطيها. اخدت معايا في التسويه من 10 دقائق لربع ساعه وكانت مستويه ودايبه. جربوها يا جماعه، بتكون خطيره جدا وما بتاخدش اي وقت وبتكون دايبه ومستويه وطعمها تحفه جدا. واختياري في الاخر تقدروا ان انتوا تعملوا لها الفحمه اللي انتوا بتولعوها وتضيفوا عليها معلقه من السمن. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.